الساحر. هذا هو عنوان التقرير اللي هتشوفوه دلوقتي، نشوفه وترجعوا عليا تاني. الجن الأحمر مين والجن الأزرق مين والجن الأحمر مين والجن الأزرق مين؟ ده أخطر الشياطين يبقى الضعيف مسكين جنب البني آدمين. زي البني آدمين زي البني آدمين مين مين زي البني آدمين عين على الشياطين جنب البني آدمين عين على الشياطين جنب البني آدمين. جماهير الاهلي زعلت قوي لما اتقال انهم كسبوا ماتشاتهم وتألقوا مع فتحي مبروك بالسحر والاعمال الجنيه اللي لجأ ليها مدربهم علشان يظهر بالاهلي بالشكل الرائع اللي ظهر بيه ده، خصوصا في ملحمته قدام الزمالك. الدور موعودة يلي عليك الدور ودخلت برجلك أول دور والخطوة الثانية على المضروب. والحقيقه بقى وبدون ما حد يزعل، فتحي مبروك فعلا ساحر. ايوه ساحر. ومن يوم ما انضم للاهلي كلاعب وعمره 9 سنوات وعلى مدار 10 سنين حصد فيهم مع فريقه 6 بطولات دوري و2 كاس مصر وهو شغال بالسحر. وحتى لما اعتزل وضمه الراحل الكبير كابتن جوهري للجهاز الفني للاهلي، ده كان سنة 85، وفاز مع الاهلي ببطولة افريقيا ابطال الكؤوس سنتها، برضه كان بالسحر. ولانه ساحر وبيعرف يسحر اي حد وكل حد، فالجوهري اختاره برضه مدرب في جهاز منتخب مصر 88 واثناء كاس العالم 90 وبعدين افريقيا 98 اللي كان منتخب مصر فيها خارج كل الترشيحات بس كسب البطولة. كل ده طبعا بسحر فتحي مبروك. حجاب مبلول بمية مبلولة في رجل احمد حسن، وعمل سفلي مكتوب بدم قرد مصاحب شيطان مستخبي في شراب طارق مصطفى. وكمل فتحي مبروك أعمال السحر والشعوذة على نطاق أوسع لما تولى قيادة الأهلي سنة 2003 بعد رحيل بونفرير وفاز وقتها بكاس مصر على حساب الإسماعيلي. ولما تولى قيادة الأهلي خلفا لمحمد يوسف مايو الموسم الماضي وفاز بالدوري. والأهلي معاه وقتها ما اتهزمش ولا مرة لا محليا ولا إفريقيا. وتقول لي مدرب؟ لا طبعا ساحر ونص. ولما تولى المهمة خلفا لجريده حقق 31 نقطة من مجموع 36 بنسبة نجاح تتجاوز 86%. فده كله لأنه ساحر وبيدرب الأهلي بمعاونة الجن. ما تركزوا شوية، الراجل قدامنا كلنا اهو، تعبان في جيبه وحجاب في ايده وعينيه بتطق شرار وواقف عمال يلعب بعصيان النار. خلونا نكون صراحة أكتر بقى وبلاش نحط راسنا في الرمل. في شواهد كتير بتأكد إن فتحي مبروك فعلا ساحر وما بيعرفش يشتغل غير بمعاونة الجن والسحر والشعوذة. هو اللي يصنع من الفسيخ شربات ويخلي الزيت شهد والدقيق سكر مش يبقى ساحر؟ هو اللي ينجح بولاد ناديه واللي يصعدهم ويخليهم نجوم كبار من غير ما يطلب أي معونات أو مدد خارجي مش برضه يبقى ساحر؟ هو اللي يجيب لاعب زي رمضان صبحي بعد ما صد على الدكة ويصنع منه نجم في الحجم ده مش ساحر؟ هو اللي يعيد بناء معبد هدمه جريده ببلدوزر التخاريف المرخص في اسم على ما تفرج مش يبقى برضه ساحر؟ هو اللي يستدعي روح فنانة ماتت من سنين ويخليها توجه السؤال ده للباشا تلميذ ده مش يبقى برضه ساحر؟ انت جاي اشتغل ايه؟ واخيرا بقى، هو انتوا لسه متخيلين ان هيثم عرابي قعد كل الفترة دي في المغرب علشان ايفونا؟ يا جماعة اصحوا، ده كان بيجيب لمبروك زيبق احمر علشان خلطة ماتش الزمالك. نحضر روح مين؟ بليه يا كابتن؟ بليه لسه عايش يا استاذ، ربنا يحق ارجويه. اسكت يا انت انت شايف حاجه؟ وهات لي اروح ابويا مخبول انت. من سبعة الدور من سبعة الدور كله هيجي عليه. خلوا الطابق مسطور وبلاش اقول ان الكابتن فتحي مبروك عاوز يعمل معسكر الاهلي للموسم اللي جاي في ارض الواء اللي فيها الجن والبن والسمسمة والنمنمة، ومحاضراته هتكون فنية جنية. اهيب هوب هيبوهابي شيبرا امرا شمجومة بقريح آلي ما يضاق أشكيك فقراج.
وعاوزين تقنعوني انه مجرد مدرب؟ ساحر ولا اجمل